اهي دي بجد الاعمال اللي لازم كلنا نتكلم عنها. هي ايه بقى اللعبه اللي انت بتلعبيها ليل ونهار دي؟ دي روبلوكس. حد في الدنيا ما يعرفش ايه روبلوكس؟ لعبة وقلبت بجد واحد من المسلسلات اللي بدأت مؤخرا على منصة واتشيت وقناة دي ام سي، ومن بطولة النجم أحمد زاهر ومجموعة كبيرة من النجوم. وفي رأيي إن المسلسل ده عمل مهم جدا لازم أي أسرة مصرية عندها أطفال تتفرج عليه، وده لأن باختصار المسلسل بيناقش قضية مهمة وهي إدمان الأطفال للموبايلات والألعاب اللي عليه، وازاي الحاجات دي بتأثر على الأطفال وممكن كمان توصلهم لحتة مش كويسة لو مفيش رقابة من الأهل. وطبعا ده موضوع موجود في أي بيت، حتة النت والموبايلات. فعجبني جدا إن المسلسل بيسلط الضوء على موضوع مهم زي ده وبيقدمه بطريقة اجتماعية لذيذة. كمان المسلسل بيدور في أكتر من خط، فده بيخلينا نعيش مع كذا أسرة، وده بيخلي فيه تنوع في الأحداث وما يبقاش فيه ملل وإحنا بنتفرج. من ناحية الأداء التمثيلي عجبني جدا إن النجم أحمد زاهر بنشوفه في دور مختلف وجديد نوعا ما عليه، بعيدا بقى عن أدوار الشر والجد. إحنا هنا بنشوفه بدور أب بيحب عيلته، وحقيقي عيلة شريف اللي هي الخط الرئيسي في المسلسل أنا مرتبط بيها جدا وبحب المشاعر بتاعت العيلة دي وتعلقت بيها. وخصوصا ان اول 8 حلقات احنا بنشوف انها عيلة لذيذة والدنيا جميلة، ولكن بيحصل حاجة كده في نهاية الحلقة التاسعة بتقلب الموازين وبتودي القصة في حتة تانية خالص أنا ما كنتش متوقعها. وهنا بنشوف أداء رهيب من أحمد زاهر، فبصراحة أنا مبسوط جدا باختياره للدور ده. باقي النجوم برضو جيدين في المسلسل، الأطفال عاملين شغل كويس قوي. فبالنسبة لي مسلسل لعبة وقلبت بجد واحد من المسلسلات الأسرية الجميلة اللي تستاهل فعلا المشاهدة، وناوي طبعا إن أنا أكمل المسلسل. وفي النهاية اللي بيتابع المسلسل عايز أعرف رأيك تحت في الكومنتس. باي باي.